بسم السلام الله. عليكم، مرحبا بكم في عزابه. واحد الربعة ل هكتار اللي شد عليها حتى هاد البتيت فيغما اللي فيها الزيتون هادي. عزابه تبارك الله معروفه بزيت الزيتون. هاد الربعة ل هكتار فيها سكنه وداك الشيء ما شاء الله. فيها السقية الساقيه ديال الماء هي هادي، الله يعطيك الصحه. ها انت عندها حقها ديال الماء في السقا، وتبارك الله المنظر بلا ما نحتاج نشكرو على كلشي باين هو هذا. يلا الله. السلام عليكم وتحياتي لجميع متتبعي قناة أراضي الخير داخل أرض الوطن وخارجه. تحية لكم من عند الوكالة العقاري أراضي الخير عند جمال الوسيط العقاري، الجهات صفرو فاس مكناس. مرحبا بكم في واحد الفيرما ديال الزيتون على هاد الساقية ديال الماء. عندها حقة في السقي 4 هكتار. هانتوما الساقية مني كتسقى، الزيتون ديالها كله واش تقريبا تكون فيها 3 هكتار مغروسة وهكتار خاوي. اللي بغى يدير الكوارع واللي بغى يدير غرس واحد اخر بحال يدير جريدة ديال الدار متنوعة. هي هذا ليسباس اللي عندها خاوي. التربة ديالها وانتم تشوفوها في لاحية ب100%. وانتم تشوفوا الجيران ديالها كلشي ما شاء الله منور ومخضر. موقع ممتاز، السكون والهدوء والجرى والامان. عزابة معروفة وغنية للتعريف، معروفة بزيت الزيتون كما قلنا لكم. ما بعيداش على صفرو كما قلنا بواحد 14 كيلومتر، قريبة لمدينة فاس. أرض اللهم بارك وزد في ذلك. بالنسبة لهاد الأرض اللي مازال اللي عندها هاد الاسباس اللي عندها خاوي، مازال خصها تسطوى، مازال خصها تحيد منها هاد الدوم. بالنسبة للحجر ما فيهاش بزاف، تقريبا غير الدوم. السكينة اللي فيها هي هادي بالكراج ديال الطوموبيل ديالها بكل شيء. الجوار هما هادو كما زال تشوفوا. عندها الساقية دايرها بها على 2 ديال الجهات. موقع ممتاز. واللي بغى جميع التفاصيل على الثمن ولا كل شيء ما عليه الا يتصل بنا على النمرة ديال التليفون اللي غادي نخليو لكم على الشاشة. هاد الساقية هادي اللي كتسقى منها هذا الزيتون هذا كيتهبط من عوين تركراك، كما غادي نخليو لكم في الاخر ديال الفيديو واحد المقطع ديال داك الساقية. بالنسبة لهاد الأراضي هادي عندنا 32 هكتار، ما بعيداش على هاد الأرض بزاف. متفاهمين 100%. حتى هي فيها سكنة، فيها تقريبا 1600 ديال الزيتون، وفيها ثمن ممتاز وثمن مزيان. وعندنا كذلك هكتار مغروس ب99 ديال الزيتون. الغيس وعندنا الخير موجود في هذه المنطقة هذه. بالنسبة اللي كتعجبو مدينة صفرو ونواحي مدينة صفرو، عندنا أراضي ممتازة مجهزة، فيرمات كبيرة. اللي بغى أي حاجة ما عليه إلا يتصل بنا، مرحبا به ويحدد شنو باغي، والخير عندنا موجود الحمد لله. واللي عنده شي أرض باغي يبيعها، عندنا الكليان الحمد لله كيسولونا بزاف في الجهة كما قلنا ديال صفرو فاس مكناس. فيرما صغيرة كبيرة كل واحد، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نبيعوها له ويجيب له الله التيسير في اقرب وقت. واللي بغى يشري كما قلنا عندنا اراضي في الجهة كاملة، يحدد لنا غير شنو باغي والمساحة اللي باغي ومرحبا. كما قلنا 4 هكتار
فيهم هاد السكينه هادي اللي رحنا وصلنا ليها في هاد ليسباس الخاوي، ومازال تمشيو معنا باش تشوفوا الزيتون. رحنا جينا في واحد الوقيته اللي راه الشتا طاح شي شويه الغيس. غنمشيو ونجيبو لكم غير واحد الدويره خفيفه باش تشوفوا معنا هاد الربعة الهكتار كما قلنا اللي فيها 3 مغروسه بالزيتون. في هاد الهكتار يكون خاوي، فيها سكينه كراج ديال الطوموبيل، عندها حقها في السقا ديال الماء، قريبه للطريق غودرون ما كاملاش كيلومتر. الرابطه ما بين صفرو مدينه صفرو ومدينه المنزل. ها لايك لي هذا شي زيارة حتى الحاج. ها راه الغبار لا يسول دا ما دوين الزيتون غدا هي تلقي الزيتون. كما كتشوفوا الزيتون تبارك الله كله مخدوم، كله منقوش، دايرين له الغبار، دايرين له كلشي. الزيتون كبير واجد كيعطي الغله. هانتوما تشوفوه غير الزيتون كبير. اللي مهتم بهاد الفيرما وهاد 4 هكتار باغي التفاصيل كما قلنا مع اللي اتصل بينا الرقم اللي غادي نخليو لكم على الشاشه. ومرحبا وتحياتي لجميع المشاهدين داخل ارض الوطن وخارجه. مرحبا بكم نواحي مدينه صفرو بالضبط عزابه. واللي بغى اراضي في النواحي ديال مدينه صفرو كاينين مواقع مزيانه بحال التجانات فيها الماء موجود، بحال العناصر حتى هي الماء موجود الحمد لله. عندنا اراضي كذلك ما بين صفرو وفاس، وكذلك الجهه ديال الواتا عندنا اراضي مزيانه وبثمن مزيان. اللي بغى الارض نواحي مدينه صفرو مرحبا به، وكذلك في نواحي مدينه المنزل هي عندنا فيها اراضي مزيانه، كاينين في البليصات اللي مزيانين وفي لحين ب100%، وكاينين كذلك في المناطق اللي قاحله وما فيهاش. اللي بغى بحال دابا يدير الكساب ولا المعيز ولا هذا كاينين اراضي اللي رخيصه. تحياتي تبارك الله عليكم.